الله أكبر الله. ليلي، يلا يا حبيبتي اصحى عشان صلاة الفجر. قولي لها هبقى اصلي لما اصحى عادي. هبقى اصلي لما اصحى يا مامي. يهون عليك تصحي دراكي في البرد ده، انت ايه ما عندكيش قلب؟ انت صعبانة عليا والله، بس مفيش احسن من صلاة الفجر في وقتها. قومي يلا يا حبيبتي اتوضي عشان نصلي جماعة. بتقولك قومي اتوضي، ده الميه دلوقتي تلج تلج. المية دلوقتي ساقعة قوي يا مامي، وانا مش قادرة بصراحة. يا ليلي، الركعتين بتوع الفجر دول خير من الدنيا وما فيها. بتقولك تعبانه ومش قادره، ما تسيبيها في حالها بقى. ايه ده؟ وهو ايه المشكلة يعني يا مامي؟ ما بقولك هصلي الصبح لما اصحى. ولا هتصلي صبح ولا ظهر طول ما انا قاعد لك كده. ازاي بقى؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني ليها وقت محدد لازم نصليها فيه، ما ينفعش نأجلها. شكلك كده مش ناويه تجيبيها البر. بس الجو برد قوي دلوقتي يا مامي، والمية زمانها زي التلج. ولو صحيتي دلوقتي يومك هيتلخبط ويبوظ. ولو صحيت دلوقتي يومي هيتلخبط ويبوظ. أبدا، ده الشيطان اللي بيضحك عليكي بالكلام ده. انت لسه شفتي حاجه انت وهي؟ ده انا هوريكوا الويل. بالعكس، أكتر حاجة ممكن تظبط لك يومك إنك تصحي تصلي الفجر في ميعاده. هتصحي دلوقتي؟ هو انت لحقت تنامي اصلا؟ انا ملحقتش انام حاجة يا مامي. عشان كده أذان الفجر هو الأذان الوحيد اللي بنقول فيه الصلاة خير من النوم. ما تتبطي بقى يا ستي، مش عارفه اشوف شغلي. معاكي حق يا مامي، الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. لا لا. يا ترى ايه هما اطول 3 دقايق ممكن تشوفهم في حياتك؟ الدقيقة الاولى لما تحب تسخن رغيف عيش في الميكروويف وتظبطه على دقيقة واحدة عادي. الدقيقه التانية لما تبقى عايز تدخل الحمام بس تكون اختك جوه الحمام. يلا يا ليلي، عايز ادخل الحمام. اصبر شوية، هي دنيا طارت؟ آخر دقيقة وأطول دقيقة هي الدقيقة اللي باقية عشان تطلعي الغسيل من الغسالة. في إيه يا بنتي؟ خضتيني يا مامي. كنت فين لغاية دلوقتي وجايبة إيه كده؟ مفيش، كنت بشتري كريم كده لوشي عشان الحبوب والبقع. وريني كده. ليه يا مامي؟ إيه اللي ليه؟ هو أنت يعني عندك وش وأنا ما عنديش؟ ما توريني يا بنتي. وبكام بقى ده على كده؟ لو قلت لها ان انا جايباه ب3000 جنيه هتنفخني. ب30 جنيه يا مامي. 30 جنيه؟ وحلو بقى على كده ولا عمالة تضيعي فلوسك على الفاضي؟ لا حلو يا مامي، حلو. يا رب اكون اتعميت ولا مش شايفه كويس. معلش يا مامي، هو ايه اللي في ايدك ده؟ ده الكريم اللي انت جايباه، اصل كان في بقعة كده في النيش مش راضية تطلع، قلت اما اجربه يمكن تطلع. طب ليه يا مامي؟ مش قلتلك ده بتاع وش؟
ما في حاجات بتنفع كذا استخدام. وبعدين انت ايه اللي مزعلك؟ ده ب 30 جنيه، يبقى هاتلك واحد تاني. اه ماشي يا مامي. في حاجة؟ لا ابدا يا مامي. بقولك ايه يا ليلي؟ نعم يا مامي. الكريم اللي انت جايباه ده بسم الله ما شاء الله، مخلي وشك منور وجميل، وكمان طلع البقع اللي في النيش. كريم ايه يا مامي؟ الكريم ابو 30 جنيه اللي انت جبتيه. ماله يا مامي؟ دول 90 جنيه، هتجيبي لي منه 3 علب عشان ولاد خالتك طالبينهم مني. مالها دي؟ في ايه؟ لما تكون خارج مع مامتك. بس انت مستعجل حبتين. يلا يا مامي اتأخرنا. كل ده بتلبسي يا مامي؟ انا اسرع واحده بتلبس فيكم، انا اصلا مخلصها من بدري بس كنت برتب الدولاب. وهو الدولاب هيدفش يا مامي؟ ما كنت رتبتيه لما نرجع يا مامي. طبعا، ما انتوا بتموتوا في الفوضى والهرجله. انت رايحة فين يا مامي؟ بنقولك اتأخرنا، عايزين نخرج. هلم الغسيل بس وهطبقه وننزل على طول. يا مامي اليوم خلص، بتعملي ايه؟ اتأخرنا على الناس اللي رايحين لهم. هفك الستاير واغسلها بسرعه عشان مش نظيفه، وهننزل على طول. يا مامي بتعملي ايه؟ مش هنلحق ننزل. همسح الشقه وانضفها وننزل على طول. يا مامي احنا اتأخرنا. هخلص المحشي وننزل على طول. ايه يا مامي؟ اظن كده خلصتي كل اللي وراكي. يا حبايبي خلصت، هختم القرآن بس وننزل على طول، عشان ربنا يكرمنا في المشوار اللي احنا رايحين.